واخيرا اتفرجت على فيلم مارتي سوبريم. وانا يا جماعه من الناس اللي اسم فيلم مارتي سوبريم ده بيجوعها قوي، اللي هو في بيتزا سوبر سوبريم لازم تتاكل واحنا بنتفرج. وده اللي حصل الصراحه لما شفته اول امبارح بالليل، طلبت اكل على طول. المهم نرجع لموضوعنا. بعد ما شفته كده اكون اتفرجت على 10 افلام المرشحه للاوسكار السنه دي، وطبعا ده واحد من اكتر الافلام اللي كنت متحمس لها. ومفيش ريفيو شفته او سمعته او قريته او اي حاجه عن الفيلم ده الا وكان بيشكر فيه وتم استقباله بحفاوة كبيرة. والحقيقة الموضوع ما طلعش مبالغة خالص، الفيلم فعلا جامد، حلو قوي، هايل، عنده سكريبت عظيم مش سهل، مليان احداث ومش بيفصل. انت عندك فيلم ساعتين ونص ما فيهوش لحظة ملل، انت بتاخد حدث ورا حدث ورا حدث. والنص الاول منه بيوحي لك انك هتشوف ذا كوينز جامبت بتاع البينج بونج. وده بيحصل شويه، انت عندك رحله صعود شخصي في عالم البينج بونج في فتره زمنيه معينه، واتعملت بشكل اكتر من رائع في الفيلم، ولكن مش بالشكل النمطي. الفيلم بياخد مسارات مختلفة في الأحداث وبإيقاع مجنوني، لأننا بنشوف رحلة بطلنا علشان يجمع الفلوس اللي من خلالها هيروح بطولة العالم ويخترق المجال الرياضي. بس الرحلة دي مليانة إهانة وذل وقهر وأي حاجة بشعة تيجي في بالك. وقد إيه هو ما عندوش مانع يتعرض للاستغلال ويخسر أي حاجة مقابل يوصل للي عايزه. شخصية فيها صفات كتير حقيرة وأنانية وكمان استغلالية. وتيموثي شالاميم كفى ووفى. الواد يا جماعة أهان نفسه. الدور ده خلاص ما ينفعش ما ياخدش الأوسكار، دي من وجهة نظري. على مستوى الأداء التمثيلي رائع وعظيم، وعنده تعبير بالوش، وبالذات آخر فريم في الفيلم وصل لي كل مشاعره. كمان على المستوى الجسدي هو عمل تحديات ومجهود كبير جدا، بيخليني اقول ان ده اعظم دور في مسيرته حتى الان. على المستوى الاخراجي الفيلم رائع، سواء في الحقبه الزمنيه او حتى ماتشات البينج بونج، وبالذات في اول ساعه من الفيلم اللي كانت مليانه شده اعصاب مش طبيعيه. وده كله بسبب جوش صافدي اللي بيقدم فيلم مليان بالروح الاخراجيه للصافدي براذرز، لان طبعا هو منفصل عن اخوه بيني صافدي اللي بالفعل قدم لنا برضه فيلمه السنه دي ذا سماشينج ماشين. ولكن شتان الفرق، يعني الفيلم بتاع ذا سماشينج ماشين ده كان يا دوبك فيلم معقول يعدي، ولكن مارتي سوبريم فيلم واخد كتير من الروح الاخراجيه. ولكن طبعا الفيلم فيه عيوب، الاداءات المساعده ما عجبتنيش رغم ان الشخصيات نفسها مثيره جدا للاهتمام. وطبعا في اجنده هوليوديه يهوديه واضحه جدا تخص الاهرامات عندنا في مصر، ودي اي حد اتفرج على الفيلم مصري هيتنرفز قوي منها. اللي هو لازمتها ايه اصلا يعني؟ واضح ان هي اقحام في القصة وخلاص. فتقييم اللي في المارتي سوبريم 8.5 من 10.